ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الحمد لله خلصنا امتحانات، عقبال اللي لسه ما خلصوش يا رب وبالنجاح للجميع. فكان ابني عنده حفلة التخرج بتاعت اخر السنة، وطبعا بقى مامته شيف فكان لازم اشرفه. فقعدت افكر اعمل لهم كيكة، صينية كيكة كبيرة عادية كده، قلت لا لازم تبقى مختلفة، فقلت بقى اعمل لهم كب كيك كده بشكل مختلف. وتعالوا نشوف بقى عملناه ازاي. اهم حاجة عندي دي يكون منخول، هقسمه على جزئين. انا عملت كوبايتين دقيق لوحدهم وكوباية ونص لوحدهم. من ضمن الكوباية ونص هحط ربع كوباية كاكاو، يعني كوبايتين دقيق وكوباية وربع دقيق في طبق تاني وعليهم ربع كوباية كاكاو. حطيت بقى رشة الملح هنا وهنا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر هنا وهنا، وهستخدم 3 بيضات اهو. بصوا ربع كوباية الكاكاو هحطهم على الخليط الناحية التانية بحيث يبقى جزء فانيليا وجزء يعني مدي على شوكولاتة. هخلطه كويس جدا لغاية ما يتحول معايا للون البني الجميل بتاعنا. هي سهلة وحلوة قوي وبجد يعني طلعت ناجحة وجميلة قوي عشان معمولة بحب وبالهنا والشفا لكل اللي دقوها. واستخدمت هنا عندي بقى 3 بيضات كله على بعضه، بفتحها بيضة بيضة عشان لو البيضة فيها اي حاجة تبان. كده كله تمام. هبتدي بقى ان انا احط فوق البيض فانيليا، ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب الخلاط بتاعي، هبتدي احط السوائل كلها في الخلاط. حطيت عندي كوباية وربع سكر او ونص كده عشان المقدار عندي طبعا. وهحط برضو السائل كوباية وربع كده، انا احتجت عليها كمان نص كوباية حسب نوع الدقيق، ونص كوباية زيت. هبتدي اضربهم كويس قوي في الخلاط، وهنزل ببيضة بيضة، يعني هنزل بالبيضة الاولانية واديها ضربة، وبعد كده بالبيضة التانية، وبعد كده بالبيضة التالتة. اهم حاجة الخليط السائل ده انه يتضرب كويس جدا، وسر نجاحه ان هو هتلاقيه عمل رغاوي كده وان انتي تضربيه مدة طويلة. جهزت عندي بقى صواني الكب كيك وورق الكب كيك، وهبتدي ان انا احطه اهو. بصوا الرغاوي دي كده هو ناجح جدا. هبتدي بقى احط الكمية اللي عندي، هقسمها. هحط شوية الاول على اللي بالفانيليا الابيض، واقعد اقلب فيه لغاية ما يبقى معايا سميك شوية، مش عايزاه يبقى سائل قوي. واحط بقية السائل اللي عندي في الخلاط هحطه على الجزء اللي بالشوكولاتة واقلبه برضو. بصوا لغاية ما يبقى معايا بالقوام ده. هي كده تمام معايا جدا. هبتدي بقى اروح للجزء اللي انا حطيت عليه الكاكاو، هنزل عليه بقى بقية الخليط. طبعا كمية السائل هتختلف من نوع دقيق للتاني، فحاولوا يعني ما تكتروش السائل. بصوا هو تقيل معايا ازاي، انا مش عايزاه يبقى خفيف مية. تمام. ولما نيجي نستخدم الكب كيك، بصوا انا حطيتهم في دورق عشان يسهل معايا الصب. اما اجي احط الكب كيك بحط لنصها، لنص الورقة، عشان لما يتخبز معايا هيرتفع. هبتدي بقى حطيت يعني شكلت كده شوية ابيض شوية شوكولاتة، بس شوية ابيض على شوكولاتة. حبيت اعمل لهم شكل كده، وحبيت يعني اضيف له قيمة غذائية ان انا زودت له زبيب وسوداني. تقدروا تحطوا مكسرات تانية، تحطوا شوكولات شيبس اللي انتوا عايزينه. بس بجد كان طعمها حلو وتحفة، وعشان هي معمولة بحب فطلعت جميلة زي ما احنا شايفين اهو. انا مش ملياه للاخر عشان يستوي معايا بقى في الفرن على درجة حرارة 180. ما كملتش تلت ساعة واستوت، بختبرها بالخلة او بالطرف السكينة كده والاقيها استوت وبقيت زي الفل. اهم حاجة ما اطلعها ان انا اغطيها بفوطة او اي حاجة علشان تفضل طرية معايا. وكانت جميلة وسهلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص. عملت لي كل الكمية دي، عملت لي في حدود 50 قطعة. بجد كانت حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. جربوها لأولادكم، وتنفع في الحفلات، وسهلة وسريعة في الحر ده، وتغذي الأطفال، وتقدروا بقى تشكلوها بالأشكال اللي انتوا عايزينها. دي كانت طريقتي في الكب كيك، وبجد عجبت كل اللي كلوها بألف هنا وشفا عليهم. ومبروك للي خلصوا امتحانات، وعقبال النتيجة ان شاء الله بالنجاح. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.